نشتري بيتزا ب200 جنيه لما ممكن نعملها في البيت ب300. تعالوا نعمل احلى بيتزا خطيرة وطعمها تحفة. معلقة من الخميرة، معلقة من السكر، نص كوباية من المية الدافية، واقلبهم مع بعض واسيبهم مع بعض كده لغاية لما تتفاعل مع بعضها. واروح بقى عندي هنا اهو في بولة او في العجان نص كيلو من الدقيق دي جميع الاغراض، معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة من السكر، 3 معالق من زيت الزيتون او الزيت المتوفر عندك، ومعلقة من المايونيز، وهنزل بالخميرة اللي احنا عملناها، ونص كوباية من اللبن، نص كوباية من المية هنزل بيها شوية شوية على العجينة وهي بتتعجن. بقى يتعجنوا مع بعض كويس 7-10 دقايق كده لغاية لما تبقى العجينة معايا حلوة كده وطرية وفيها سن التلزيق. بعد ما تتلم معايا هضيف عليها مكعب من الزبدة او معلقة صغيرة من السمنة، واديها تقليبة تاني. هتخلي العجينة بتاعتك طرية وعاملة زي الملبن كده وجميلة. بعد كده هاخدها بقى في البولة ادهنه دهنة زيت وانزل بالعجينة اللي احنا عملناها. بصوا طرية ازاي، بجد كانت عجينة تحفة. والمايونيز بيديها كده طعم حلو ونكهة حلوة في العجينة. هدهنها بالزيت واغطيها. وتعالى نحضر الصلصة. معلقة من الصلصة عليها معلقة من الكاتشب، شوية من الزعتر، ملح وفلفل، وشوية من الزيت، وخلاص على كده. هدهن بقى الصينية بتاعتي. بعد ما العجينة تخمر هنزل بقى ادهن الصينية كده واجيب بقى العجينة بتاعتنا الجميلة. بعد ما اختمرت بصوا العجينة بقت عاملة ازاي، فلافي كده وحلوة وجميلة خالص، خطيرة. هاخد العجينة بقى كده واقسمها. انا عملت صينيتين، الصينية الكبيرة قوي دي وصينية تانية صغيرة. بصوا العجينة بقى حلوة ازاي وطرية وحلوة كده. خدت جزء كده من العجينة وحطيته في صينية صغيرة، والجزء التاني هنزل بيه في الصينية الكبيرة كده على طول. بصوا العجينة يعني بصوا مش ماسكة نفسها كده، طرية كده خالص كده وخطيرة. هسيبها دقيقتين 2 في الصينية عشان تتفرد معايا بكل سهولة، وبعد كده نفردها. بصوا مش محتاجة بقى نشابة ولا اي حاجة. بصوا العجينة كانت تحفة، والمايونيز خلى فيه طعم كده خطير. هفرد العجينة بقى كويس كده في الصينية، وبعد كده هعملها كده بالشوكة عشان ما تتفخش معانا في الفرن. وننزل بقى بالصلصة بتاعتنا. بعد ما نفرد الصلصة هنعمل برضو تريكاية تاني حلوة هتخلي البيتزا معاكي جميلة. جبت معلقة من اللبن كده ودهنتها على الحروف بتاعة البيتزا عشان تخلي البيتزا تبقى حلوة كده وطرية وتاخد لون كده ايه خفيف كده ذهبي ويبقى شكلها حلو. بعد كده نزلت بنص من السجق والنص التاني من السوسيس، وشوية بقى فلفل، اي حاجة متوفرة عندك عايزة تحطيها في البيتزا، فراخ، اي حاجة بقى انت عايزاها هتنزلي بيها كده على البيتزا بتاعتك. شوية من الزيتون، شوية من الفلفل، وانزل بقى بالجبنة الموتزاريلا. وبعد كده نحط بقى شويه كده حلوين من الموتزاريلا وندخلها بقى على الفرن درجة حرارة 170. هتقعد معاكي حوالي تلت ساعة كده وتطلع احلى بيتزا. عملت اكبر بيتزاية بجد، كانت خطيرة والعجينة حلوة جدا. تعالوا بقى نقطعها مع بعض كده. بيتزا جميلة وطرية واخدة لون حلو وكانت طعمها تحفة. يلا بينا. بصوا طالعه طريه كده وخطيره ولونها جميل. بس هنا انا كنت زعلانه قوي عشان الجبنه ما مطتش واو يعني، فكنت زعلانه قوي وتلاقيني بقى اتعصبت بقى كده وسبت بقى الفطيره. فبصوا بقى هنا اتضايقت خالص، مش عارفه ليه. انا كنت حاطه نوع جبنه يعني المفروض ان هو كويس يعني، بس هي كان طعمها حلو يعني. بس كده، ودي كانت طريقه البيتزا. وقولي ليه الجبنه ما مطتش مع انها نوع كويس. وبس كده، باي باي.